عينوا حسن مبارك ولا لا؟ مش عينوا بس يبقى خلاص. طيب ما المشير برضه عايزين نشوف المشير بعد اذنك. حاجات ممكن نتكلم فيها وحاجات تتاكد. هو المشير زيهم مش وقت. صح صح يا دكتور، الله ينور عليك يا دكتور، الله ينور يا دكتور، الله ينور. ما يكونش كويس، ما يكونش كويس حتى لو هو ملك من الملائكه، حسني مبارك اللي عامله دكتور هنوافق عليه. ازاي احمد شفيق ده مش كويس، ده حرام، ده سارق 50 مليار من وزاره الطيران. المطار الجديد اللي عامله سارق منه 10 مليار. لكن مش لما تنزل المطار بتشوف فيه طفره في المطارات. ما يسرق ليه؟ هو ما ينفعش. هو حضرتك عندك دليل ان سرق اصلا كله دلوقتي؟ انا لو قلت انا واتنين كذا هيقول لي. عشان كده بنقول ان المدعي النائب العام يمشي. اسالك سؤال، انا معاك اللي هو سؤال تفتكر حسني مبارك هيعين شريف؟ لا طبعا. يعني واحد حرام هيجيب ايه يعني؟ هيجيب حرامي يا دكتور. يعني حضرتك متاكد ان هو فعلا حتى لو هو شريف ما دام من نظام حسني مبارك ده ولا يا حبيبي دلوقتي الناس هو ليه خد عاوز مين يبقى مكانه؟ لا انت. وليه انا ما اقدرش اي حد. هل مصر ما فيهاش واحد يمسك التجاره؟ لا فيها كتير الحمد لله. طب هل من الاسماء يعني الاسماء اللي حضرتك ترشحها اللي احنا نقف وراها لسه ما قررناش حد. في احمد الجنزوري اسمه جمال الجنزوري، تمام، راجل محترم ولا لا؟ ما احنا لازم نحط البديل قبل ما نقول نمشي ده. عندنا بديل الكفراوي. يا دكتور معلش يا دكتور، حضرتك لازم عمرو اديب قلت ان انا ما بمثلش اي حزب اخواني وان كان ده الطرف انا ما استهلوش. هل انت هتفضل محايد زي ما انت ولا هتنتمي للحزب الاخواني بعد الانتخابات زي ما انت؟ الدنيا ما تخلص هتلاقيني رجعت الشيخ اصلا ماليش دعوه لا بالسياسه ولا بالمظاهرات لغايه ما نعمل ثوره. مع عمرو اديب قلت انا ما بقولش اخواني والناس كام شهر ما استهلوش ولا زي ما لينا ولا دكتور. انا عايز اتكلم معايا حبه منك